الفيديو ده جاب لي 11,000 مشاهدة و72 ساعة مشاهدة و30 مشترك على قناة لسه جديدة. هو كان أول فيديو ينزل على القناة. الفكرة بالنسبة لنا إن إحنا بنعمل أغنية بالاي اي. يعني مثلا الأغنية دي كانت لسه نازلة، فبناخد كلماتها ونروح على موقع سونو اللي هو موقع الاي اي، نحط الكلمات في الموقع يطلع لنا أغنية بالأسلوب اللي إحنا عايزينه، وبعدين بنحطها بنعملها فيديو بصورة كده ونرفعها تاني على اليوتيوب. طيب ده بيتعمل إزاي؟ هنختار أغنية اللي يكن مثلا، يعني تختار دايما احدث الاغاني اللي نازله لان بيبقى عليها بحث كبير. فانا مثلا خليني ادور، خليني مثلا هنجرب على الاغنيه دلوقتي قديمه، مثلا كانت اغنيه مرسال لاوتوستراد. تمام. هنلاقي كلمات الاغنيه موجوده عادي جدا. ناخدها منين؟ ناخدها من هنا، ناخد مثلا لحد هنا، وبعدين هنخش على موقع سونو هتلاقيه بالواجهه دي، هسيب لك اللينك، هتخش تسجل. هيتيح لك انك تعمل 5 اغاني مجانا كل يوم. فهتدوس كريت وهتكتب هنا كلمات الأغنية، نمسح الكلام المكتوب ده، نكتب هنا كلمات الأغنية ونكتب هنا اسم الأغنية، مثال. وهنا بتختار ستايل الأغنية. يعني في العادي أوتوستراد بتغني ريجي مثلا. تمام. عمرو دياب مثلا بيغني بوب. تمام. فأنت مثلا، أنا بحب الدارك روك، فإحنا عايزين نعمل الأغنية بأسلوب مختلف عشان يشد الناس إن هي تخش تسمعها بالأسلوب ده. فأنا مثلا أغنية مرسال هعملها دارك روك، وبعدها ننزل تحت وندوس كريت، فيطلع لنا 4 نسخ من الأغنية. النسختين دول دعاية للإصدار المدفوع من الموقع بجودة أعلى وكده. ودي الاتنين دول نسختين كاملين من الأغنية. هتختار النسخة اللي تعجبك منهم، وبعدين هتدوس داونلود. تمام. بعد ما تعمل كده، انت دلوقتي معاك أغنية كاملة لأغنية، بديل لأغنية مرسال. تعال نشوف أصلا أغنية مرسال جايبة. هتلاقي أغنية مرسال هنا جايبة 225 ألف مشاهدة، وهنا مليون مشاهدة، وهنا 223 ألف، وهنا 54 ألف، عليها مشاهدة كويسة. تمام. هنكتب العنوان ازاي؟ أنا طبعا مش عايز أطول الفيديو عشان تبقى المعلومة بسيطة وسهلة كده. هنكتب أغنية مرسال لفرقة أوتوستراد روك كفر. بس كده هترفع الأغنية على اليوتيوب، وبعدين هيبدأ يجيلك مشاهدات كويسة جدا، لأن الأغنية اللي أنت هتكون عاملها هتلاقيها هتكون ترند لسه نازلة، الناس بتدور عليها. طيب، أنت دلوقتي عندك ملف ام بي 3، إزاي هترفعه على اليوتيوب؟ ببساطة هتحمل أغنية مثال مثلا اكستراد صورة، ممكن تعملها كمان بالاي اي من شات جي بي تي أو أي حاجة بسيطة جدا. وبعدين نفتح أي برنامج مونتاج ونحط الصورة والملف الصوتي اللي احنا حملناه من هنا. وبعد ما تحمل الملف بتفتح كاب كات تاني، بتحط الصورة والملف اللي انت حملته. هنحط الملف تحت هنا، ونحط الصورة تحت هنا، وبعدين هنخلي الصورة تبقى موجودة بطول الفيديو، وبعدين هندوس اكسبورت. خلاص احنا عندنا كده الفيديو. تمام. دي الطريقة على الكمبيوتر. وعلى الموبايل ممكن تنزل اي برنامج مونتاج وهتلاقيه بنفس الطريقة، نفس الخطوات بالظبط، هتعمل نفس الكلام. هيبقى عندك الفيديو، هترفعه على القناة، وهيبدأ ان هو يجيب لك مشاهدات وزيارات ومشتركين. يعني انا لو وريتك اغنية واحدة جابت 30 مشترك و11 ألف مشاهدة وفي قناة ميتة، فتخيل بقى لما ترفع مثلا 5 أغاني كل يوم، فهتلاقي إن أنت عندك زخم كبير جدا من الزيارات والمشاهدات. هيخليك توصل ل1000 مشترك وال4000 ساعة في وقت قليل جدا، وتحقق منها ربح كويس جدا. خاصة إن الأغاني من الحاجات اللي بتتسمع أكتر من مرة وفي أوقات متفرقة تقريبا. فدي فكرة حلوة تستاهل التجربة، وأقوى نوع.